انتخابات مجلس الشورى اللي فاتت ديت، انتخابات مجلس الشيوخ، رحتي؟ طيب انا عايز اقول للاطفال او للشباب الصغيرين معلومه عن مجلس الشيوخ. ما ينفعش ترشح نفسك لمجلس الشيوخ وتبقى مستشار للدوله الا لما سنك يتم 35 سنه. متفقين كده؟ غير مجلس النواب. مجلس النواب بيبدا من 21 سنه او 22 سنه حاجه زي كده. لكن كان في شاب بقى عنده 17 سنه كان من مستشارين الرسول عليه الصلاه والسلام. مين عارفه؟ مين عارفه؟ سعد بن ابي وقاص. تمام؟ ممكن تكون الاسماء ديت في وقتها اوكي، بس هو اللي مذكور عندي حاليا بالتاكيد سعد بن ابي وقاص. عشان كده عايز اقول لكم ايه؟ زي ما قالت الدكتوره شيماء للشباب، انا عايز ابدا، انا عايز اعمل حاجه من دلوقتي عشان بعد سنتين يبقى ليا تاريخ. كويس كده؟ تعالوا نشوف اشطر شباب كانوا في الاسلام. اسامه بن زيد كان عنده 18 سنه وكان قائد جيش المسلمين على كبار الصحابه. تخيلوا لما يبقى عندي 18 سنه وبقود جيش المسلمين اللي فيه عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق، وانا اللي بقود الجيش وهم هيسمعوا الكلام. متخيلين ان ممكن ماما تيجي في يوم من الايام تقول لي تعالي احنا عايزين نطلع رحله، نظم لنا الرحله ويبقى جدي طالع معانا وخالي طالع معانا وعمي طالع معانا وانا اللي هنظم الرحله؟ او تعالي حضر لنا غدوه عشان انا عازمه اصحابي، خدي 1000 جنيه واعملي لي غدوه. ماما كده شالتني مسؤوليه. الارقم ابن ابي الارقم اكيد بنشوف اسمه كتير جدا على المدارس وعلى بيوت حفظ القران. هو ليه بيحطوا اسمه على بيوت حفظ القران؟ عشان كان عنده 16 سنه وكان فاتح بيته. احنا خلاص خلصنا، خلاص 5 دقايق وهنمشي. انا عارف ان كنتوا مستعجلين وعندكم حاجه ثانيه. بس الزبير بن العوام كان عنده 15 سنه وكان من قاده المسلمين. زيد بن ثابت كان عنده 13 سنه وكان بيكتب الوحي ولا الرسول. فاسماء كتير قوي. العشره المبشرين بالجنه فيهم تقريبا 4 5 لما اتبشروا بالجنه كانوا شباب. كانوا شباب. عشان كده في سؤال الكفار بيسالوه واليهود بيسالوه، هو لو الرسول مات وواحد من ال10 المبشرين بالجنه كفر كان هيبقى ايه الوضع؟ كان هيبقى كلام الرسول ده كله كده. متخيلين؟ زي في سوره في القران بتاعت تبت يدا ابي لهب وتب، كلنا عارفينها صح؟ السوره دي نزلت ابي لهب عبد الرسول. اوكي، ده السوره نازله بتقول ده اكتر كافر في الدنيا وهيتعذب عذاب ملوش حل هو ومراته. طب ابو لهب مات بعد السوره دي بكام سنه؟ في 13 سنه. فالكفار بيسالوا ماذا لو كان ابو لهب اسلم؟ كان القران ده كله هيبقى غلط. الرسول قال هياخد اكتر عذاب هو ومراته وجه بعد سنه ولا سنتين اسلم. كان القران كده ساعتها ايه؟ باظ. وكان الرسول عليه الصلاه والسلام اتقال عليه ان هو كاذب ومش صادق، ولكن ربنا عز وجل لما كان بينزل القران كان بيحافظ عليه. تحياتي ليكم الشباب الصغيرين. سقفوا لي سقفوا لي. انا بحس ان ساعات بيشجعوني كده، تدوني طاقه ايجابيه.